مسلسلات النص التاني عدى منها اكتر من 10 حلقات، وبصراحة النص التاني مش كل المسلسلات كانت فيه حلوة، يمكن النص الاول كان متعدد ومتنوع اكتر. خلينا نتكلم عن المسلسلات اللي انا شفتها في النص التاني، لان في حاجات كتير قوي انا ما شفتهاش. اول مسلسل انا شفته ومتابعه وهو افضل مسلسل لحد دلوقتي هو مسلسل حكاية نرجس. ريهام عبد الغفور وحمزة العايلي مقدمين عظمة لحد دلوقتي. اتكلمت قبل كده ان حكاية نرجس ريهام عبد الغفور بتتكلم عن قصة حقيقية اتعملت قبل كده، والقصة مستوحاة منها، وهي واحدة قدرت ان هي تخطف اكتر من عيل وتنسبه ليها. وانا مش عايز احرق عليكم المسلسل قوي، ولكن لحد دلوقتي لو انت بتعرفش القصة الحقيقية ريهام عبد الغفور مرعبة يا جماعة. بصوا حتى الواد نفسه خايف منها. تفاصيل بقى اللي جوه المسلسل موجودة في كل كادر، ممكن ان احنا نركز عليها، زي مثلا انها عندها حتة في شعرها بيقع من كتر الاكتئاب، زي انها حتى في حواجبها من هنا لما خلاص بقى يعني هي اصلا بتبقى رسماها، وبعدين لما اختها كشفتها كانت الحتة دي عاملة. تفاصيل بقى جوه كمان انها ما خدتش برستيجها ولا احترامها ولا تقديرها غير لما بقت حامل، وانها مش فارقة معاها اي حاجة خالص غير ان هي تحقق الحاجة اللي هي تخليها متقدرة من الناس. في تفاصيل برضو تانية حلوة في المسلسل، لما مشهد بتاع عرفة عبد الرسول لما كانت بتموت طب ريهام عبد الغفور خلتنا كلنا بنشتبه. لحد دلوقتي هو المسلسل الافضل والمتماسك واكيد مكمله. تاني مسلسل وهو مسلسل اب ولكن، للاسف محمد فراج ممكن يعمل عمل توب وبعدين لازم العمل اللي بعديه يبقى اقل، ممكن يبقى اقل بعدين ممكن يرجع بعمل توب. المسلسل ده من الاعمال اللي هي قليله ليه. هل علشان الفكره؟ لا، الفكره كويسه. هل علشان التقديم كان في البدايه كويس، ولكن بعد كده الموضوع فلت منهم بالزياده. طب ايه الحلو وايه اللي وحش؟ والمسلسل بيتكلم عن ايه اصلا؟ المسلسل بيناقش فكره الحضانه وفكره ان الاب ما بيعرفش يشوف بنته، والفكره اللي متقدمه في 4 مسلسلات لحد دلوقتي في رمضان، سواء في كان يا مكان، سواء في اب ولكن، سواء في جزء من المتر سمير، سواء في بابا ماما جيران. كل واحده فيهم مختلف عن التاني ولكن نفس الكونسبت نفس الموضوع. يعني انا مليت من الموضوع، مش عارف اتواصل حتى معاه، لانه في شهر واحد اشوف 4 اعمال ليه يعني. وبالنسبه لي اب ولكن ما ناقش الدنيا حلوه زي كان يا مكان. هاجر احمد مستفزه هي وامها، ولكن ما كانتش بنفس الاستفزاز اللي كانت فيه يسرا اللوزي، رغم ان دي كاركتر ودي كاركتر. تصميم الشخصيات والسيناريو كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. المواقف كانت ممكن تبقى احسن من كده بكتير. محمد فراج طلع في حلقه من الحلقات حكى فكره المسلسل كله كنا ممكن نقفل وصباح الفل، ان هو عايز يغير القانون، عاوز يبقى في كذا وكذا وكذا. يعني كان ممكن يبقى الموضوع معمول بطريقه افضل من كده. نروح لمسلسل تاني ومسلسل عرض وطلب. عرض وطلب مسلسل معمول بحب، معمول بان هم مش عايزين يكروتوا وخلاص. في مشاهد كتير قوي متاخده وان تيك، في مشاهد تحس ان الممثلين تعبوا في الكاركترات دي. سلمى ابو ضيف عامله اداء كويس، ناس كتير عامله اداء كويس، رحمه احمد مرعبه برضو. يعني انا مبسوط وانا قاعد بتفرج على المسلسل رغم ان القصه لسه معموله، احنا شفناها في لا ترد ولا تستبدل، باختلاف الفكره، يعني ان هنا حاجه وهنا حاجه. التيم ده لوحده كله بيشتغل في تجاره الاعضاء وخصوصا الكلى. تمام، خلينا نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي قدام، ولكن انا لحد دلوقتي مبسوط بالمسلسل. مسلسل بابا وماما جيران، انا بحب ميرنا جميل جدا وبحب احمد داوود في بعض الاعمال ليه، لكن احمد داوود مش كل حاجه بيعملها بيكون كويس. طيب هل المشكله بس يعني في احمد داوود وميرنا جميل؟ لا خالص، المشكله في الكتابه. المفروض ده مسلسل كوميدي، ولكن المسلسل الكوميدي ده ما بيخلينيش اضحك، حتى ما تخلينيش ابتسم. قريت كمان عن المسلسل ده ان هو كان معمول بطريقه اخرى، وفي ناس كتيره كانت مرشحه للادوار غير احمد داوود وميرنا جميل، وبعدين هم كانوا الاوبشن التاني. ف اوفر اول المسلسل ده بيشتغل وقت السحور، بيشتغل وقت وانت بتشتغل، مش هيعمل لك ازمه قوي، واللي هو باك جراوند كده مش عارف ايه، هتتابع كده وممكن تسيب حلقتين وترجع تلاقي نفس الدنيا. كنت متوسم ان هو يكون احسن من كده بصراحه، ولكن اوفر اول انا ما انبسطتش بيه. انا لحد دلوقتي من المسلسلات كمان اللي 30 حلقه ما كملتش ننسى اللي كان، ما كملتش علي كلاي، وقفت عند الحلقه الثامنه في فن الحرب، ومكمل فخر الدلتا لحد دلوقتي اللي هينزل له فيديو مخصوص
في كلام بقى كتير قوي انا عايز اقوله عنه، هتلاقوا ان شاء الله الفيديو في الاي اللي هنا ده اللي انا شفته لحد دلوقتي في النص التاني. في مسلسلات كتير انا ما شفتهاش زي اللون الازرق، زي فرصه اخيره، وزي نون النسوه. فقولوا لي انتوا رايكم فيها في الكومنتس، وعايزين اتفرج عليها واعمل عنهم حلقه مخصوص ولا لا. بس كده ده كل عندي حلقه النهارده. كنت معاكم شريف اشرف، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.